ماشي في الحبس، حتى تحفه خصو يكون في الحبس. هاد المسمى تحفه اقولها، يتحمل المسؤوليه ديالو وخصو المحاسبه وخصو يتقاضى. شكون واضحين؟ التحفه شكون اليوم اللي كيعطي هاد المعلومات وهاد الفيديوهات وكيسرب لي هاد المعلومات وهادي اللي غير كيبدا يضرب في الاعراض ديال الناس ويشعر بهم. اليوم تم الإفراج على صاحب تسجيل 80 مليون مسمنة. كذلك مفاجأة سارة في قضية نعيمة الهيطوكية. إضافة نستضيف الخبير الأمني والدركي المتقاعد الطاهر سعدون، فحاولوا ترحبوا معنا بالضيف الكريم وما تنسوش لي لايك والبارتاج. ويقذفوهم الماشي في الحبس، حتى تحفه خصو يكون في الحبس. شكونوا واضحين، حنا ما غنسكتوش على هاد الامور هادي باش نكونوا واضحين. السي ماهر 80 مليون، فين هي 80 مليون؟ فين هي 80 مليون؟ راه انا لو بغاني شي واحد نعطي 80 مليون نعطي 80 مليون. السي ماهر اسمح لي بركه من العباد، الله يجازيك بخير. واخا استاذ المحامي زراج كيتهمك انت، وكذلك سمعنا كان محاوله اتصال بالصوفي واحمد الشاتو هاتفيا. كان هو كيتصل ماشي هذاك تحفه، هذاك السمسار ديالهم الدولي اللي كاين في الولايات المتحده، هذاك السمسار هو المبتز، هذاك لا مبتز شحال عطاتو. والله بين السطور، لو كان ذلك البحث بين السطور، وكنتمنى ان ندخل لا ديستي ودخل لا جهاد على الخط وستعرفون مصيبه كحله. راه والله لا خدم لك فابور هذاك، بالله والله ما يعقل عليك. هو اصلا التكوين ديالو ماشي هو هذاك، وكيجيو يتصلوا به الاستاذ صوفي ساهل باش يسترجعوا حتى هادو خطيرين تيديروا المقص تيقطعوا. لا غير اليوم مثلا في اللايف هذاك تحفه. انا قلت كان مزيان، قال لك انا كنت مزيان ملي كنت كنسب، قلت كان مزيان ملي كان كيمس في السياسيين، ما عندناش مشكل كنسمعوه مره، ولكن داكشي الاخر القيم راه يسجل من طرف السلطات. خطيرين، يعني الا دويتي معاه غير في التليفون يقدر يقطع ويقطع على تقرب الصلاه. والشرطه القضائيه تعيا ما تقطع، راه كل شيء بالدليل. شنو هو الخلاف الرئيسي اللي بينك وبين تحفه؟ علاش هذا الهجوم يوميا؟ يعني كيذكر الابن ديالك، ما عرفتش شنو محله من الموضوع، وكيحاول ما امكن انه يوصل بانك داعشي. بغيت المواطنين يعرفوا انا كنت من الخليه ضد الارهاب. بعدا كيفاش غنكون انا داعشي وانا طياره في هادشي؟ ويدخلوا غير الجوجل يديروا الاحداث ديال الدار البيضاء، راه غيلقاو تصاوري تمايا كنبوع داير ليغات وكنهز في الحل ديال لي كاميكاز، وكيخربق ما عرف والو. بالك تيقول داكشي اللي عجبو، واخا يقولوا لي الحقيقه ما يبغيهاش، لانه باغي يوصل لواحد الهدف. هذا من جهتي راه هو كيجبدني، والمغاربه خصهم يعرفوا انا كل نهار كندير ليه اوديو، هو على المباشر وعلى الاعلان وكيشهر بالسبان وهذه. كل نهار كندير ليه اوديو في التليفون ديالو، حيت هو بلوكاني من الواتساب ومن داكشي في التليفون ديالو اللي فيه السجاله ديال الديريكت، وكندير ليه اوديو اجيبه بنفس الكلام الذي ينطق به. وثانيا كنفرض عليه فرضا، تنقول ليه نهار ما تدوزنيش في اللايف نخرج انا وياك، خاصك تدوزني في اللايف، ماذا باش جبدتيني النهار الاول وديرني في السلسله. حيت هو شنو القوه ديالو بالنسبه للناس مساكن اللي كيحشموا على اعراضهم كما تيقولوا وكذا، وهي لا، هي انه يسب ويعرق ويقدح، والناس كتحرج وكتطوى وكتدخل كتقلب على جحر تخبى فيه. نو مسيو، انا من النوع اللي خدمت مع عارض القوم وخدمت مع كبار القوم. الا خليتي هذاك هو اللي وصلنا لهذا الشيء ديال التفاهه، غير التفاهه وما غاديين في صمت كيربحوا التيران. ولاو هذوك الزمحات كما كتسميهم مشكورا لاجتناب الكلام النبي، ولاو ملي كيتحكموا في المجتمع المغربي الله يستر. فين غيوصلوا؟ السوشيال ميديا كيتحكموا وتحكموا في دول، ولاو معاهم جمعيات، ولاو معاهم منظمات دوليه كيحولوا بنادم. غادي نعطيك معلومه الله يجازيك بخير موثقه، كيمشيو المغاربه كيبدلوا الجنس ديالهم في ايران وفي تايلاند كيبدلوا غير الفوق. هذاك خينا شكون هو اللي كيوقف معاهم؟ هو هذاك السمسار ديالهم اللي كاين في اسبانيا، هما اللي ولاو كيهضروا على الفساد وبغاو دخلوا لينا حتى هما في السياسه، وبغاو يدوي لك على السياسه. انت قابلها عابين راسك ورجليك، بعدا شنو عندك؟ غتهضر على دواء السياسه، وداخلين مع منظمات دوليه وكيعطيو اللجوء ديال التمييز. لان انا مشيت لعدد من الدول وقلت لهم راني كنتميز بدعوى انهم هما براسهم ما كيعرفوش كيدير المغرب، كيجيو كيثيقوا به وكيديروا ليه لاكارت ديالو وكذا، وكيقدروا يعطيوه الهرمونات باش يتزاد في الانوثه ديالو، ولا بغى يبدل الجنس ديالو كيبدلو كيما وقع لهذاك خينا، ومشاو سمى راسو ديك بولا ولا ما سميتو. اذا ما كاين حتى شي اشكاليه حتى لقيتي ان الهجوم عليك بسبب صفر تفاهه، يعني ملي دخلتي شوف هادشي منتظر. حنا شوف حنا تنديروا قلتها الاستاذ صوفي، قلت لي دائما نتكلموا بلا سيمولاسيون اش غيخرج لينا، لان حنايا
كانت عندنا ملي كدير اون انكيت كدير استراتيجي دونكيت، كتعرف اش غيخرج لك. والا الا ما كنتيش كدير لونتيسيباسيون راك ما كتفكرش مزيان في الاستراتيجيه الامنيه. لذلك حنا عارفين هادشي غيخرج، وعارفين ربما يطيحوا لنا في شي كلمه ولا يعوجوها ويقول لك شدينا باش يديروا الراي العام، عارفين بانهم غادي يتلقاو لنا وغيسبونا باش نردوا لهم بالمثل، عارفين بانه يقدر يشد فيك في كتفك ولا شي حاجه وتشعل معاه ويصور هذيك اللقطه ملي طيحتيه ولا شي حاجه. هادشي معروف موجودين ليه. والحمد لله. انا كنشكر. واخا شي جديد في القضيه ديال البدويه؟ كاين شي جديد؟ كاين شي مستجد؟ البدويه ان شاء الله غادي تكون واحد المفاجاه، وكنخلي انا الاستاذ صوفي مع الاستاذ شاتي ممكن يتكلموا عليها. هي مفاجاه ساره للمغاربه، حيت المغاربه كله كيشكي وتيقول لك كيفاش هذه اللي كتقدم حاله صراح، والناس كيقولوها ليا وناس دي زونكيتور كاع هضروا معايا في هذا المجال، كيفاش هذه السيده كتقدم ومازال عندها لي باج ديالها ومازال كتخدم الهاتف اللي من المفروض خصو يتحيد ليها ويمشي للخبره. صح. انا ملي كتجي عندي ملي كندير شي جريمه كنمشي لآليات الجريمه الالكترونيه. خصك جهاز كيما كان موس قنب عصا، هذا كيجي عندي كنشدو كنحجز عليه كندير السوسيري وكنصيفط للخبره. الا كنت بغيت نعرف واش فيها شي دم، واش فيها شي شعر، واش فيها شي نفسي بالنسبه للهاتف. ولكن هي كتدي لهم تليفون اخر، ما كتحاولش دير التليفون اللي عندها. لا 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 لا, لا اسمح لي، الجريمه الالكترونيه واضحه. لا واضحه، مشينا بعيد. شوف المغرب راه من الدول اللي عندها الرياده. انا براسي راه درت الجريمه الالكترونيه في هذا 2012 اللي تنقول لك. انا ملي غتعطيني التليفون راه عارفه ماشي هو اله الجريمه، هذه وحده. ثانيا لي باج ديالها راه فيهم دي كود كلهم كيتبلوكاو. تجي هي تبدا تنشر، مع الاسف دازت في المحاكم ودازت في عده مراحل وباقا كتنشر. دونك خاص راه تيوقف، راه كلشي كيوقف، راه اي حاجه في القانون كتوقف حتى المحكمه كتقول لها ايه ولا لا. إذا الأستاذ الطاهر سعدون، أهلا وسهلا. باش نمشيو بسرعة، أنت متهم بأنك نعتي أم إلياس المالكي بكلمة عاهرة، وهذا اتهام مباشر وجهه لك الأستاذ زهراش. فشنو كتقول في هذا الواقع أستاذ؟ انا اصلا اترفع باش نتقرب للمراه ونسبها ولا هذا. انا عندي فكر رجولي بعدا، ما يمكنش نسب المراه، ما يمكنش، امبوسيبل. القضيه وما فيها ان الامر 3 اسابيع الاسبوع اول مره كنضم الخليه ديال صفر تفاهه مع الاستاذ الصوفي المحترم والاستاذ شطاطو، بعد ان تاكدت ان هؤلاء الاساتذه نبلاء شرفاء الطهاره تنضح منهم، وانضميت لهم لان حياتي العمليه في الدرك الملكي سولوا عليا، راه معروف. لذلك انضميت اولا ندير يد الله، نعطي لك كانت عندي شي خبره ميدانيه وهما الحمد لله راه خبراء في الخبره القانونيه. وانضميت ذاك النهار ملي جيت تلقاو لي باش نعطيهم كلمه، قلت لهم ما بعد المرافعه شكون كيخرج لي من الوسط منهم؟ واحد اللي هو وعقلوا على هذا اللي خال الياس المالكي، يعني خو هاد الام اللي كتقول هاد الهضره، وملي لبست الثوب ديال انها ضحيه في هذاك الشيء وهذه قالت نستغل نديروا سعدون نحيدوه من الطريق. لا لا لا، جاء هذاك خوها دخلت هو مع الصحفيين وقال لي، قلت لي شكون انت؟ قال لي صحفي، لان حنا كنقراو العينين ديال عباد الله الحمد لله، هذه خصله من الخصال ديال الامنيين في المغرب. قال لي انا صحفي. من بعد ملي كنت غادي معاهم وغادي ربما نقول كلمه او جوج بلا ما نسبق نتيجه القضاء، قال لي الله يهديكم، هذاك السيد غرقتوه ما غرقتوه، راه كاين القضاء الله يهديك. اسمح لي، انا راه ما داخلش اي حاجه قالها القضاء، هو داك الشيء راه ديما نقول لكم خو راه كلشي كاين في الكاميرات. اذا تعرض لك باش تفهموا، اذا تعرض لك خو يعني خال الياس وخو الياس. خو الياس عاد تمرد وبدا كيسب فيا وبدا هذا كيكسيتيني. اذا ذاك الفيديو ديال الشجار، ذاك الفيديو نتاع الشجار هو هذاك بالضبط اللي كان لا قبل منه، 3 اللي قبل منه. هذه اول مره غنجي للجديده، هذاك راه المره الجاوجه ديال المباشر. ملي بدا كيسب ما عندناش مشكل خليه، ولكن ملي كيولي كيهدد مشيت ليه باش نتفاعل معاه. تيبقى لي الماده 76 من قانون المسطره الجنائيه اللي كيخول اي مواطن انه يتدخل في حالات ابداء العنف او التعنف. اذا هذا باش هدك هذا شقيق الياس المالكي، انا كنت غنشدو بشتى الوسائل حتى الامتثال، نكذب عليك مهما كان، وجروه هربوه داكشي. دخلت انا للمحكمه بدا كيغوت تما وضربوا واحد المراسل، راه كاين راه موجود مراسل بالموتور ديالو هرسوا لي الموتور، في حين كانت الام ديالو تنضح بكلام يندى له الجبين. هذه ام الياس يندى له الجبين، كلام ما عرفتي كيدير ساقط. انا ما كيهمنيش هذاك الشيء، انا مولف، انا كنخدم مع الشمكاره ونخدم مع الناس كيقولوا كلام خايب. نجي انا نهبط للمستوى نبدا نسب الام. المره الجاوجه
المره الجوجه هما اش كيديروا؟ تيخلصوا بحال الانتخابات في الليل، كيجيو الجيران ولا هادو كيدوروا معاهم باش يجيو يديروا واحد لاماس سوا ديزهم ساكن على القدرات ديالهم التفكيريه انهم غيأثروا ولا شي حاجه مع الكاميرات ولا ثلاث اللي جاي هو اللي شفتي قلتي مع المباشر الاستاذ الصوفي. من بعد ما سالات وكنتسناو القرار، من بعد ما سالات المرافعات كان كيدير تصريح مباشر، كنت انا معاه انا والاستاذ شلاطو باش نديروا التصريح كما العاده. ورايا ثلاثه الشبان حباسه، راه الكاميرات كاينين في المحكمه صوراتهم من اللور، وهذا يشكل خطرا. كيلوح كلام نابي، من بعد هو يجبدني ويقول كلام خايب كاع، قال الجدرميه كتولد غير كذا 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 كذا. فيها فاش قلت لهم ما كاين لا تصريح لا لايف لا والو، مشيت ليه حتى هو بغيت نتعامل معاه ونتفاعل معاه على ما يجيو البوليس. ملي شديتو لقيتو حباس شبعان قريه كما تيقولوا هما، فهمتي؟ حنا مع المعامله اذا كان الهدف تاعهم يعني يستفزوكم، اعتبرته هو كيستفزوا اللايفات. شوف مع الاسف عدد من الناس من الرموز ديال الصحافه اللي كيكونوا كيغبروا، والمهم بين السطور راك عارف. المهم توت فاسون بدا كيسب، مشيت ليه فيها فاش شديت فيه. هما تقريبا نجحوا فيما يريدون. جاو الشرطه الله يجازيهم بخير مطلعين، وانا جريت الاستاذ كي الله يسامح لان اعتبرته انه مخدر، فهمتي؟ صح. واخا استاذ هذا الواقع اللي كيذكروا دابا حاليا فين وقعت؟ في قلب المحكمه دابا الجوجه هي هذه يعني جايك. دابا هذاك من بعد ملي مشينا كنديروا تصريحات على برا، جا هذا السيد هذا ذو السوابق العدليه واعتذر ليا وتعنقني وعرفت شي حوايج بلا ما نقولهم. دابا الناس كتخلص، الناس كدور وترش، يعني كتدبر عليهم هم وكيجيو حتى دابا هاد الشكايه راه غادي يورطوها هذوك المستشارين ديالها، والله الا غادي يورطوها بالله. راه هي نهار الثلاث اللي فات اش وقع؟ انا جالس مع جوج الناس رسميين في المحكمه جالسين كنهضروا، هو يجي لي واحد السيد هذاك اللي كان جا عندي قال لي صحافي، انا ما عرفتوش، انا ما بقيتش عاقل عليه، بدل حوايجهم بدل هذا. جا قال لي بغيت نهضر معاك، قلت ليه وي، قلت لي بحال هكذا بهذه اللغه. نعم. قال لي بغيت نهضر معاك، قلت له شكون انت؟ قال لي اجي هنا ونهضر معاك. وشنو؟ ويجرك على برا ويدير لي قضيه، حتى انا عندي حس امني. واش فهمتي؟ دونك بغا يجيك برا بغرض راه قدام ديفون اون اكسبسيون، راه حنا عندنا حس امني. راه الناس اللي دازوا في هذا الشيء الامنيين وهذا راه ماشي بحال الناس عاديين. راه اي واحد غادي يهضر معاه كيشوفوه كيقدر يعطيه واحد البورسونتاج شكون هو. صحيح. دونك بغى يستدرجك لبرا، علاش يعني؟ واش بغى يسجلك ولا يعتدي عليك ولا علاش؟ هو ممكن انه يكسيتيني، ممكن انه يشد فيا، يدرقك على الكاميرات ويشد فيك ويجرك وضربتيني ويطيح. ما كاين بزاف ديال الحوايج اللي كيديروها، وهادشي تعرضنا ليه عدد من في العمل ديالنا. كتشد فيه كيسخف، فهمتي؟ صحيح. قلت ليه يقول لي شكون، قالوا لي الناس الاساتذه اللي كانوا معايا، قول لي السيد كيطلب منك شكون انت، ويقول لي انا خال الياس. انا ذاك الياس ما تعطى ديك الهضره الخاويه هذيك سميتو ماشي بالعنف، تيهضر بالعنف. قلت لي خويا راني في المحكمه وتانا راه بحال كنتسنى النتيجه ديال المحكمه. جا تقرر بقيت ترودني ويقول لي كلام تهديد خطير وخطير جدا. ممكن الا كانوا الكاميرات الا عندي شي زهر وكانوا الكاميرات كيشوفوا لي شنيفوا راه غادي يقراو ليه اشنو قال. خطير وخطير جدا يمسوا شي تهديد بالذبح بحال هكا. لا تهديد بالقتل هي هذيك. زين قال لي هذاك الشيء، حطيت الشكاره عند الناس ديال الشرطه، هوت ليه باش نتعامل معاه نشدو، وراه حاضرين كلهم الاساتذه. هو يهرب. شكون كان؟ كانت الام. من بعد عرفتها، ما كنعرفهاش والله، ما كنعرفها بوجهها. حاجه وحده اللوك ديالها باش نشوف ليها وجهها مزيان، لا اللوك ديالها نشوفه امتساع المعدوم. من نهار كانت كتسب قدام المحكمه شفتها الاب ديالو وهي مجرين. انا ملي كنت غنشدو جروه انفوا شدوه هو ما بيناتهم، انا تراجعت. الكاميرا كاينه. السي الاستاذ زهراش انا من الناس اللي تحترموا الاجهزه القضائيه، وكتعرف ان القضاء الى خصو واحد من الرموز ديالو ما يمشيش. هنا تنقول بان هناك تقسيم ما بين البدلات السوداء وما بين الشخص كشخص. لذلك هنا كان السي زهراش كنقولها ليه من هنا مباشره، انا راه كنشوف انني كنفرق ما بين العمل ديال الدفاع اللي له الحق ان يدافع على اي كان في اي محكمه كانت، وما بين الشخص بالاسم ديالو اللي حتى الصداقات ديالو كتخلينا نديروا علامه استفهام، ومنهم ذاك الخائن والخائنين بالخارج. كشخص ماشي كجهاز تنقول عليه من هنا بان الزربه في الخروج بالاسم والنسب اللي هو ديال طاهر سعدون، اللي تيقول لك طاهر سعدون وتعاود ويقول لك طاهر سعدون احتراما للباسه للبدله حين يكون يعمل، اتغاضى عن ذلك. هادشي راه محشوم يكون عاجي وقول سعدون. شنو سعدون؟ حتى انضم للخليه ديال صفر تفاعل ولا ما مزيانش. سابقى في الخليه وسادافع عن الخليه بحكم خبرتي الميدانيه
وكيعززها المحاميان الجليلان الاستاذ شتاتو والاستاذ صوفي، اللي حتى هما تقاسوا بان هناك محامين يستغلون وهذا كاين شي واحد اللي يقدر ينعت في الاستاذ شتاتو والاستاذ صوفي. لحد الساعه سابقى معهم وسابقى ادلي بخبرتي التي راكمتها في مساعدة المجتمع المغربي اللي كتنهار الأسر ديالو في صمت. الدراري الصغار 12 عام و13 عام كيدخلوا اللايفات وكيتباعوا في السماء.